جلسة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الشهيد شكري بالعيد اللي هو أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأحد قادة الجبهة الشعبية، وهو أيضا محامي من المحامين البارزين المدافعين على الحقوق والحريات. بطبيعة الحال المحاكمة هذه جاءت بعد انتظار كبير، بعد أكثر من قرابة العامين ونصف من حادث الاغتيال، جاءت بعد مسار معقد وصعيب في الأعمال الأولى متاع التحقيق والطعن في قرار ختم البحث وغيره. أكيد أنه الناس كل تابعته، ونحن اليوم أولا كجبهة شعبية وكمحامين وكمهتمين كل بالقضايا الوطنية كلنا ننتظر في كشف الحقيقة. هذا هو تقريبا الشعار الأساسي لمحاكمة اليوم، الناس كل تنتظر في كشف الحقيقة على عملية الاغتيال هذه، مش فقط بالنسبة للي نفذها لكن أيضا بالنسبة للي سهلها واللي خط لها واللي أعطى لها التعليمات واللي سهل القيام بالعملية هذه. بطبيعة الحال عملية الاغتيال واستشهاد رفيق شكري بالعيد مثلت لحظة فارقة في تاريخ تونس متاع السنوات الأخيرة. القضية تأجلت وثم أكثر من سبب يعني جعل من هيئة المحكمة تتولى تأخير القضية. أولا المعروف أن القضية ضخمة وكبيرة جدا، منها بواتات درشيب إضافة إلى قرار دائرة الاتهام اللي هو يبلغ حجمه حوالي 480 صفحة. السبب الثاني هو أن المتهمين كانوا قد رفضوا الخروج من غرفة الاحتفاظ والمثول أمام المحكمة. بالنسبة لهيئة الدفاع، هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي طلبت التأخير لتحرير الطلبات، وحتى لا تتعارض ولا تتضارب مع بعضها البعض، باعتبار أن المئات من المحامين ينوبون ورثة الشهيد. أيضا بالنسبة للمتهمين لمحامي المتهمين يعني أيضا طلبوا التأخير لإحضار منوبيهم وربما للاتصال بهم بالسجن المدني حتى ربما يقع إقناعهم بضرورة المثول أمام المحكمة. ثمة اليوم أمر هام، هو أنه بحكم أنه ثمة صحافة أجنبية وثم ممثلي لمنظمات المجتمع المدني ولمنظمات حقوقية دولية، ثمة رغبة من هيئة المحكمة أن تمسك بزمام الأمور من البداية وأن تحاول أن تطبق القانون بحذافيره، بدءا من قرار أو تلاوة قرار دائرة الاتهام إلى أيهما أولا، هل يقع تضمين إعلامات النيابة أولا أم هل يقع تلاوة القرار أم هل يقع يعني تطبيق استنطاق المتهمين على الأقل الذين حضروا بحالة صراح. اليوم للأسف لاحظنا أنه فما إخلالات كبيرة من حيث التنظيم المادي للمحاكمة. المحاكمة تدور في بهو قصر العدالة بباب بنات، فما يعني سوء تنظيم كبير، رغم أنه عديد الأطراف المتداخلة خاصة الهيئة الوطنية للمحامين طالبت بتوفير ظروف مناسبة لإجراء هذه المحاكمة بما يضمن يعني احترام حقوق الدفاع، بما يضمن حق المواطن التونسي أيضا في أنه يكون على علم بما يجري في هذه المحاكمة، لأنه كما قلت هذه ماهيش محاكمة عادية، هي محاكمة سياسية بامتياز ومحاكمة يعني تهم يعني الرأي العام التونسي بصفة عامة. لكن للأسف لاحظنا أنه الظروف اليوم بصفة عامة المادية ما زالت يعني كنت تلقت يعني الجلسة وباش نتابعوا عن كثب وبدقة مدى يعني تكريس المحكمة لمقتضيات المحاكمة العادلة، على الأقل من ناحية التنظيم المادي للمحاكمة يعني ثم برشا يعني نقص. يا منوشي يا سفاح يا قتل الأرواح، يا منوشي يا سفاح يا قتل الأرواح. الشعب يريد العدل والتحقيق، الشعب يريد العدل والتحقيق، الشعب يريد العدل والتحقيق. هو لا أعتقد أنه، بالعكس أنا نعتقد أن هيئة المحكمة تحاول أن تكون صارمة في تطبيق القانون، وتحاول أن تعطي صورة للرأي العام المحلي والدولي من خلال تواجد وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمكتوبة، تحاول أن تقدم انطباع أنه ثمة تطبيق جيد للقانون.
بل أكثر من هذا، حصل سجال ونقاش قانوني بين هيئة الدفاع وبين هيئة المحكمة حول مسألة تلاوة قرار الدائرة، هل يقع تلاوته قبل أن يقع تضمين إعلامات نيابة المحامين أم تقع التلاوة ثم التضمين. يعني بالعكس ثمة حرص من هيئة المحكمة، لأنه الأمر فيه ربما هيبة وسمعة القضاء التونسي في الميزان، لذلك أعتقد أنها تحاول هيئة المحكمة أن تكون حذرة في تطبيق القانون، وتحاول قدر الإمكان أنها تكون مستجيبة قدر الإمكان. ننتظروا اللي نظن عليه منذ 6 فبراير 2013، وهو كشف الحقيقة، كل الحقيقة على مجريات ومعناها حقيقة اغتيال الرفيق الشهيد شكري بالعيد، من نفذ، من مول، من قرر، من أمر، كل الارتباطات بهذه الجريمة الإرهابية اللي اليوم كل الوقائع وكل إجراءات البحث وكل الحقائق التي كشفت تبين أنه هي جريمة اغتيال سياسي بامتياز، متورط فيها أكثر من طرف، متورط فيها أكثر من تنظيم، متورط فيها أكثر من عنصر، متورط فيها برشا دوائر. نحن نحب تكشف كل الحقيقة، خاصة في هذا المسار اللي دخلت فيه بلادنا، اللي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية، واللي كل يوم تكشف أنه عملية اغتيال الرفيق الشهيد شكري بالعيد عندها ارتباط جذري بالإرهاب وبمجرميه وبدوائره وبدوائر قراره. قسما يا بالعيد على درب النعيم، حي شكري فينا، حي شكري فينا. المحاكمة في الوقت هذايا بالنسبة لي غلطة، قرار تفكيك الملفات، ملف شهيد شكري بالعيد وملف شهيد محمد إبراهيمي، زاد نتيجة على تماطل القضاء وعلى معناتها على خاطر ما خدموش خدمة صحيحة في الوقت اللي لازمها تتخدم. دونك مشى بينا معناتها برولنا باش وصل انه يفكك الملف كيما هكا ويعدي مجموعه ويخلي مجموعه مازال يحكم معاها، ومجموعه اصلا ما وجهلهاش الاتهام واستدعاها كشهود مش كمتهمين. دونك شنو ننتظر؟ نتصور انه المجموعات هذيا باش تتعدى من الاول توا باش تلبس هي القضايا الكل. اما مش هذايا اللي احنا نحبوا عليه، نحن حاجتنا بالكبار، حاجتنا بعلي العرايض، حاجتنا بلطفي بن جدو، الناس في قضيتنا نحن اللي خبت وثيقه المخابرات الامريكيه، وناس اللي حرضت والا تغاضت على التحريض على شهيد شكري بالعيد، الناس اللي سايبوا ابو عياط وهربوه وخرجوا في التلفزه يحكي اخراج علي العرايض في التلفزه يحكي على انه هو هرب ابو عياط. دونك حاجتي بهذوكم الساعه يتوجه لهم الاتهام ويتم استدعائهم كمتهمين مش كشهود، وقتها نجم نحكي على انه القضيه ماشيه معناتها ماشيه بالصحيح. اما توا اذا كان باش تجيني للصغار توجه لهم اتهامات وتحيلهم على القضاء في الوقت هذايا وبعد ما تفكك الملفات ماهيش هذه انتظاراتنا. العيد العيد خلونا شكري بالعيد، لا غنوشي يا سفاح.